مرحبا بجميع الإخوان، الجسم الصحفي المحلي والوطني، على هذا الحضور، ويعني جايين تنوير الرأي العام حول مآل السوق اليومي المزمع إحداثه إن شاء الله، المزمع الانطلاقة بالخدمات ديالو في القريب العاجل. جماعة حد السوالم تتهيأ يعني باش يكون واحد السوق يومي في مستوى التطلعات ديال الساكنة ومستوى تطلعات الجميع. الهدف منه يعني تكون واحد المراقبه ديال المنتوجات المعروضه هنا للبيع، واكيد بانه غادي يحتوي جميع الباعة الجائلين، خصوصا يعني ابناء المنطقه الحرفيين، الباعة الجائلين اللي كيشتغلوا حاليا في الشوارع والازقه ديال المدينه، وبالتالي كتكون واحد المظاهر ديال العشوائيه ومظاهر ديال لا مراقبه. جماعه حد السوالم بمعيه السلطات المحليه تعمل جاهدا على إخراج السوق اليومي إلى حيز الوجود، والخروج من الطابع الفوضوي المحدث حاليا. يعني مجموعة من هذا والسلطات المحلية تبذل قصارى جهدها لتحرير مثلا الملك العمومي وانسيابية حركة السير. بالتالي غادي يكون هذا المولود الجديد غادي يكون واحد طفرة نوعية بالنسبه لمدينه حد السوالام. المواطنين غادي يقتنيوا المنتوجات اليوميه ديالهم هنايا، غتكون واحد المراقبه ان شاء الله يوميا. السوق اليومي كما شفتوا هو مجهز بالكامل بمحلات تجاريه في المستوى، اناره عموميه في المستوى، كذلك بالنسبه للمراحيض، بالنسبه للاداره، بالنسبه يعني لواحد المسجد، وكذلك يعني المرآب ديال السيارات اللي كبير بزاف، وكذا الاناره العموميه، ومحاط بسور. المساحه تقدر بحوالي 12 هكتار، يعني بالكامل 12 هكتار بالضبط. السوق اليومي هذا غادي يحاول ان شاء الله يجلب يعني مجموع المواطنين ديال مدينه حد السوالام والنواحي، وغتكون متوفر فيه جميع العروض وجميع المنتجات، خصوصا منها الغذائيه. اكيد انه غادي يكون في القريب العاجل. جماعه حد السوالم تعمل جاهدا اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود، كما تعمل جاهدا باش تحتوي هذوك ابناء المنطقه من الحرفيين والباعه اللي كاينين حاليا دابا في السوق الاسبوعي ديال حد السوالم، باش تخصص لهم مكان يعني المنصه الغذائيه او المركب الغذائي اللي غادي يكون يعني في مدينه حد السوالام على مساحه 309 هكتار، اللي غادي يكون كذلك هو واحد الاضافه نوعيه، لا بالنسبه لجامعه حد السوالام ولا بالنسبه لجهه الدار البيضاء سطات ككل. او غادي تخصص واحد الوعاء عقاري باش تحاول هذوك الباعه اللي كاينين حاليا في السوق الاسبوعي يمارسوا المهن ديالهم بكل اريحيه، وتكون رحبه مواشي، وغتكون ان شاء الله مجزره تخضع لجميع معايير الصحه والسلامه والجوده. واكيد بانه ما كرهناش حنا مدينه حد السوالام تخرج من ذاك الطابع والنمط القروي، وتكون واحد التنظيم، وتكون واحد المراقبه يوميه لجوده المنتوجات المعروضه للبيع، حتى يتسنى للمواطن السالمي اقتناء المنتوجات ديالو في ظروف ملائمه. وشكرا.